السلام عليكم وفيديو جديد من سيلف كير ريفيوز. النهارده هعمل لكم ريفيو مفصل عن المكنه دي من سلك ابيل، اسمها براون، من شركه براون، اسمها سوفت بيرفكشن. اسمها التاني سلك ابيل 3، ودي اقدم فيرجن من السلك ابيل. قبل ما نبدا في الفيديو حابه اقول لكم ان هل هي حلوه ولا وحشه. لا، هي فعلا حلوه، وهتعرفوا اكتر ليه هي حلوه. هتلاقوها على سوق، رينج سعرها 1000 جنيه. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس لو حد حابب يشتريها. خلينا بقى نتكلم مبدئيا كده الاول عن المكنه دي، وبتيجي اللي بيجي معاها من قطع غيار او من قطع. مبدئيا بيجي معاها اللي هو الجزء اللي بيوصلها للكهرباء. الحلو في الموضوع انه السلك بتاعها طويل جدا، فبيدي حرية في التعامل. بيجي معاها راسين، تمام. اول واحدة اللي هي الراس دي زي ما انتم شايفين كده، هي فيها الجزء ده بيبقى الى حد كبير مدبب، وبيساعد انه خلال عملية ازالة الشعر انه هو يخلي الشعراية تقف، وكمان بيعمل زي عملية مساج فبيقلل الألم. ده كده بالنسبة لأول وكمان بيساعد على انه المكنة تمشي اسهل على الجلد من غير ما الجلد يعلق في المكنة. يعني لو استخدمتوا المكنة من غير القطعة دي، هتلاقوا ان الجلد بسهولة جدا بيعلق في المكنة نفسها. القطعة التانية هي القطعة دي اللي هي مفروض معمولة للمناطق الحساسة، اللي هي تحت الإبط ومنطقة البيكيني، بس للأسف ما حسيتش انه يعني ان القطعة دي فرقت في حاجة، ما حسيتش ان ليها لازمة من الاخر. يعني بيجي كمان معاها الفرشة بتاعتها عشان تنضفي المنطقة دي، الجزئية دي من الشعر. طيب الجزء ده عبارة عن ايه؟ الجزء ده عبارة عن ملقاط بيفتح ويقفل، بيفتح ويقفل زي ما انتم شايفين كده مع الحركة. فبيعمل زي الملقاط بالظبط، بيشيل الشعر من جذوره. كان جاي معاها ايه كمان؟ كان جاي معاها الكتالوج بتاعها، وكان جاي معاها الحافظة بتاعتها. عايزه اقول لكم ان انا جايباها من زي ما انتم شايفين كده سنة 2010، معايا بقالي معايا المكنة دي بقالي 10 سنين. كان جاي معاها ايه كمان؟ كان جاي معاها الجل ده. المفروض الجل ده بتحطيه في التلاجة، مش التلاجة، تحطيه في الفريزر. واول ما هتيجي بقى تستعملي المكنة بتحطيه في الجراب ده، وتمسكي من هنا وبتحطيه على المنطقة اللي انتي هتشيلي منها الشعر. بس اهم حاجة لو هو ساب مية على جلدك انك تنشفي الجلد كويس، عشان دي عبارة عن كهرباء، فما ينفعش الجلد يبقى مبلول، تمام. والمكنة دي اللي هي اقدم اصدار ما ينفعش تستخدميها على جلد مبلول. خليني بقى اقول لكم ليه المكنه دي من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدموها، وليه المكنه دي هتكون صديقتك في كل الاوقات، وهتكون صديقتك وقت الازمات. مبدئيا اول حاجه، المكنه دي بتقدر تشيل الشعر القصير. يعني مش زي السويت، مش زي الحلاوه لازم نستنى الشعرايه لحد ما تطول. لا، حتى لو الشعرايه صغيره قد كده اهو، هو الملاقيط دي تقدر ان هي تشيل اصغر الشعر، فده شيء كويس جدا. فهي عمليه جدا في النقطه دي. تاني حاجة ان هي بتقدر تشيل الشعراية من الجذور، فبالتالي عقبال ما الشعراية ترجع تطلع تاني بتاخد وقت طويل جدا. فمعدل النمو بتاع الشعر بياخد وقت، مش زي الشيفنج بيقص الشعراية من السطح فقط، لكن مش بيشيلها من الجذر، فبتطلع بسرعة جدا. تالت حاجة، هي عملية جدا، مش محتاجة تحضيرات. مجرد اول ما اكون عايزة استخدمها، مجرد هوصل الكابل بتاعها في الكهرباء وهبدأ ان انا اشتغل على طول. مش هحتاج ان انا احضر قبلها بسنة او مش بسنة، بس قصدي مثلا الحلاوة بتاخد وقت انك تحضري قبلها، لكن دي عملية جدا في اي وقت في اي زنقة تقدري انك تستعمليها. مش مؤلمة خالص لو الشعر قصير، لكن لو الشعر طويل لا، هي بتألم جدا. ممكن اول مرة تستعمليها هتبقى اكتر مرة بتوجع، لكن بعد كده هتتعودي على
على ألمها، عشان ألمها بالنسبة لك مش هيكون بنفس درجة الحلاوة او غيرها من الطرق. وهقول لكم كمان ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان تقلل الألم دي بس قدام في الفيديو. وزي ما قلت لكم الجزئية اللي هي او الراس دي بتساعد فعلا على تقليل الألم الى حد كبير. بالنسبة بقى لان انت هي بتاخد وقت او لا، مش بتاخد وقت قوي، هي الى حد كبير هي سريعة. وكمان زي ما قلت لكم انه السلك بتاعها طويل، فده بيساعدك انه لو بيساعدك في الحريه انك تقدري تستعمليها في اي منطقه في الجسم، لو انت واقفه او لو انت قاعده، فبالتالي في حريه في الاستخدام. طالع منها دلوقتي النوع اللي هو بيتشحن. هتسالوني انهي احسن، دي ولا يعني اللي بيتشحن ببطاريه؟ انا بالنسبه لي اللي هي بسلك دي افضل من اللي هي بتتشحن وبتتفك، عشان اي نعم اللي بتتفك دي بيبقى فيها حريه اكتر، لكن اللي بسلك هتبقى ديورابل وهتعيش معاكي وقت اطول. ليه بقى؟ عشان البطاريه مع الوقت بتبوظ وهتحتاجي انك تشحنيها وقت اطول، وهتلاقوها مع الوقت البطاريه بتقعد معاكي وقت اقل، فهتبقى حاجه غير عمليه بالمره. لكن دي بقالها معايا اكتر من 10 سنين، بقالها داخل في ال10 سنين، واستعمالي ليها زي ما هو ما بيتغيرش. بالنسبه بقى للعمليه نفسها او لو انت بقى بتيجي تشيل الشعر، هل بتبهدلك الدنيا؟ لا، مش بتبهدل الدنيا. كل اللي انت هتحتاجي تعمليه انك تجيبي ورق جرايد، افرشيه في المكان اللي انت هتقعدي فيه، وتبداي انك تزيلي الشعر. لكن غير كده هي مش فوضويه نهائي. اي حاجه بقى هتقع منها ممكن انت بسهوله تعالي على ورقه الجرايد يعني تشيلي الشعر من على المكنه على الجرايد، بحيث لما تخلصي تشيلي الجرايد وتلميها وترميها في الزباله. اهم نقطه بقى في المكنه دي، وده فعلا اللي خلاني ابقى متمسكه باستخدامها لمده 10 سنين، ان هي مع الاستخدام لفترات طويله بتحسوا ان هي بتموت جدر الشعريه، وفعلا بعد كده هتلاقوا الشعر مش بيطلع خالص، او الشعر بيقل تدريجيا لحد ما هتلاقوا مثلا بدل ما كان بيطلع 10 شعرات هيطلع مثلا شعرايه شعرتين. وده فعلا اللي لقيته. يعني انا لقيت فعلا انه مع الوقت مع استخدامي ليها لقيت انه الشعر مثلا كان بيطلع مثلا زي ما قلت لكم مثلا 100 شعرايه، وبيطلع مثلا 40 شعرايه. فاهمين قصدي؟ في ستيل شعر بس الشعر كثافته بقت اقل. دلوقتي عرفنا خلاص ايه مميزات المكنه دي. طيب انا عايزه اعرف ايه الحاجات اللي هتقابلني مع استخدامي للمكنه دي. ايه عيوبها بقى؟ عيوب المكنه دي اول حاجه زي ما قلت لكم ان هي مؤلمه جدا 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 في الشعر الطويل. يعني ما تسيبيش الشعرايه تطول لحد ما تبقى اطول طول ممكن او طولها الطبيعي، لا، اول ما الشعرايه تخرج وتبقى يا دوبك حاجه بسيطه كده ابدأي انك تستخدمي المكنه دي، ما تستنيش لحد ما الشعرايه تطول. وبذلك عشان كده بقول لكم انه اول استخدام للمكنه دي هيبقى اكتر استخدام مؤلم، لكن بعد كده هتلاقي الالم محتمل بدرجه كبيره، هتحسي انك اساسا خلاص اتعودتي. انا بالنسبه لي مش بحس باي حاجه صراحه، خلاص دلوقتي بقيت متعوده عليها. تاني مشكله المكنه دي ما تنفعش على زي ما قلت لكم الجلد اللي هو مش ناشف، لازم الجلد يكون نظيف خالص، تكوني منضفاه غسلاه كويس بالصابون، مفيش عليه اي لوشن او كريم، عشان الحاجات دي هتعلق في الملاقيط دي وهتبقى مشكله. طالع منها نوع جديد ينفع تحت يعني تستخدميه تحت الشاور. انا ما جربتوش، بس المكنه دي صراحه بالنسبه لي الى حد كبير كافيه ووافيه، مش محتاجه ان انا اجيب حاجه بدلها. اكتر مشكله او اكتر مشكلتين في المكنه دي، اول حاجه مش هتنفع خالص مع منطقه البيكيني، عشان سبب واحد ان هي مؤلمه للغايه، عشان بتلقط الشعرايه من الجدر فبتوجع جدا، فما انصحش بيها نهائي لمنطقه البيكيني. يعني تنفع للرجل او للايد، اي حاجه تانية غير البيكيني. تاني مشكله واكتر مشكله بتقابلني مع المكنه دي هي الانجرون هير. يعني ايه الانجرون هير؟ الانجرون هير دي انه الشعرايه المفروض ان الشعرايه لو هنيجي نشوف، خلينا نبص كده، الشعرايه المفروض بتخرج من المسام من المسام بتاعها. لو ده المسام هي هتخرج. لو المسام بتاعه الشعرايه دي مسدوده بايه؟ بجلد ميت، فهتيجي الشعرايه تحاول تخرج مش هتعرف، فهتعمل ايه؟ هتروح لفه تاني عامله زي ايه؟ زي ما تقولوا كانها اتحبست، هتلف حوالين نفسها وتلف ايه
بدل ما هي تنمو في الاتجاه الصحيح هتنمو لجوه تحت الجلد وهتتحبس تحت الجلد، تفضل ان هي تنمو تحت الجلد ومحبوس تحت الجلد. فهيحصل ايه؟ هتلاقوا ان الشعرايه دي اللي محبوس تحت الجلد عملت التهاب على البشره من بره، غير ان هي هتعمل التهاب مع الوقت هتلاقوا الالتهاب ده قلب ببكتيريا، عدوى بكتيريه ممكن تعمل صديد. تمام؟ فهتلاقوا الجلد ممكن تلاقوا بعد كده الجلد كله بقى منقط، عشان النقط دي عباره عن ايه؟ نقط حمراء، دي معناها ان انت في شعرايه محبوس تحت الجلد وملتهبه وعامله النقطه الحمراء دي. فانا بالنسبه لي عشان بقى اتفادى كل ده، تابعوا معايا اقول لكم هنعمل ايه. عشان بقى اتجنب كل المشاكل اللي ممكن تحصل لي بسبب المكنه دي، ممكن نعمل ايه؟ اول حاجه مبدئيا قبل ما تبداي تعملي شيء، قبل ما تبداي تستعملي المكنه دي، مبدئيا اول حاجه هتعمليها هو سكراب. ايه هو السكراب؟ هو بيبقى عباره عن مقشر فيزيائي، يعني بيشتغل على ان هو طريقه ميكانيكيه، يعني هو مجرد مثلا زي ما كده انا حاطه لكم هنا عندي حبيبات السكر دي، اكتر مقشر واسهل مقشر ممكن نعمله. هتخلطيه مع اي زيت عندك. انا مثلا عندي هنا اكتر حاجه بستخدمها هو زيت الزيتون. بالمناسبة زيت الزيتون من شركة مابا، هايل جدا. الشركة دي كل زيوتها معصورة على البارد، وكل زيوتها اورجانيك وفيرجن يعني. فاول حاجة تعملوها قبل استخدام البراون سيليكا بيل براون انك تعملي سكراب للمنطقة، سواء بقى ايدك او رجلك. طيب السكراب ده هيعمل ايه؟ هيشيل اي جلد ميت، فلو في اي مسام مقفولة هو هيفتحها، لو في اي شعر محبوس فهو هيدي فرصة ان هو يعني اي جلد ميت منع ان هو يخرج، لا هيخرج بسهولة، فبالتالي تقدري تشيليه بسهولة. تمام؟ يبقى اول حاجة هي ان انت تعملي سكراب. تاني حاجة لما اجي هستخدمها ازاي؟ مبدئيا بحركها بالراحة، يعني بمشي بفضل رايحة على نفس المنطقة مثلا رايح جاي. تمام؟ وبحركها بالراحة، يعني مش بعمل كده مش هتشيل حاجة. تمام؟ بعمل ايه؟ بمشيها على منطقة صغيرة وبالراحة. تمام؟ طيب بحركها بقى مع اتجاه الشعر ولا عكسه؟ لا عكسه. لو الشعرايه بتطلع كده يبقى انت هتمشيها كده، فاهميني؟ يعني انا الشعر بيطلع كده يبقى انا همشيها كده. تمام؟ ده بالنسبة لطريقة استخدامها. طيب خلاص، عايزه طيب اقلل الالم. ازاي ممكن اقلل الالم اللي بينتج عن المكنه دي؟ في كذا طريقه. اول طريقه اللي هي هتستخدمي الجل اللي جاي معاها، حطيه في الفريزر قبلها. انا بالنسبه لي ما حسيتش انه فرق. الافضل تعملي ايه؟ هتجيبي تلج تحطيه مباشره على جلدك وتمشيه على المنطقه اللي انت هتشيلي منها الشعر. بعد كده تكون معاكي فوطه نشفي المكان ده كويس قوي، وبعد كده تبداي استعملي المكنه. طيب لو مفيش يعني لو مش عايزه تلجئي الى التلج، ممكن نعمل ايه؟ هتحطي قبلها بنص ساعه كريم بريدوكاين او كريم املا، ودول مخدر يعني ده شغال ان هو مخدر موضعي، فهيقلل الاحساس بالالم. بس طبعا لو ساب اي بقايا على الجلد، نغسل الجلد كويس يكون خلاص خضر المنطقه، فانت بقى ايه شيلي اي بقايا عشان تعرفي تستخدمي المكنه. تمام؟ ده كده بالنسبه للقلم. طيب بعد ما بنخلص، عشان بقى نمنع انه يبقى عندي اي ingrown hair او اي جلد زي ما قلت لكم محبوس تحت شعر محبوس تحت الجلد، هنعمل ايه؟ هنعمل كذا حاجه. اهم حاجه انك تحطي مرطب. المرطب اللي جاب معايا نتيجه هايله هو الكرباميد. تمام؟ الكرباميد فيه مادة اسمها اليوريا. المادة دي مقشرة بتشيل الجلد الميت، هي بيسموها كراتوليتيك، يعني بتكسر الكيراتين سيلز اللي بتبقى موجودة في الدات سيلز او في الخلايا الميتة الجلد. فهو مش مرطب بس، هو كمان بيشيل او بيكسر الكيراتين سيلز اللي بتبقى موجودة في الخلايا الميتة الجلد الميت. سعره كمان حلو جدا، هو ب9 جنيه. وعايزه اقول لكم بيرطب اكتر من اي حاجه ممكن تجربيها في حياتك، يعني اي لوشن او اي كريم تاني، لا ده بيرطب حلو جدا، تفضلي حاسه بالترطيب فترات طويله.
يبقى اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط مرطب. المرطب ده هيخلي الجلد يبقى طري، فالشعرايه ما تتحبسش تحت الجلد. هنعمل ايه كمان؟ لو انتي من الاشخاص اللي ممكن تبقي معرضه للحبوب، فانتي هتحطي كريم انتي بايوتيك زي الفيسودين، وهحط لكم صورته برضه عشان تبقوا عارفينه. ايه كمان ممكن تستعمليه؟ ممكن كمان تستعملي لو عندك الوفيرا جل، تكوني مثلا حاطاه في التلاجة فتخرجيه تحطيه على الجلد على طول بعد ما تخلصي عمليه ازاله الشعر. او لو تعرفوا الكلامين بتاع حمو النيل بتاع الاطفال، الكلامين لوشن ده حلو جدا برضو، بيهدي اي احمرار ناتج عن ان انت شلتي الشعر بالمكنه دي. اخر حاجه خالص كنت عايزه اقولها لكم، لو عايزه برضو تقللي الالم شويه، يعني عايزه ما تحسيش بالالم، ممكن المنطقه اللي انت هتشيلي منها الشعر تشدي الجلد بتاعها. يعني حاولي ان انت ما تخليش الجلد، يعني حاولي ايه، يعني مثلا لو انا بعمل كده، حاول ان انا اشد الجلد وامشي على المنطقه دي. الشده بتاعت الجلد دي هتخلي الالم برضو الى حد كبير يقل. في كمان حاجه ممكن نعملها، زي ما قلت لكم انه الشعر الطويل لما هي بتيجي تشيله بيبقى فيه الم رهيب. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ عندك حاجه من حاجتين، يا اما هتجيبي مقص وهتشيلي الشعر اللي هو الطويل، بحيث مش هتشيليه، هتقصيه بحيث الشعرايه تبقى قصيره. او ممكن تعملي حاجه تانية برضو، ممكن انتي هتجيبي المكنه الشيفنج عاديه اللي هي المكنه اللي هي الموس، هتشيلي الشعر، هتستني يوم او باتنين هتلاقي على طول الشعرايه طلعت تاني. عشان زي ما قلت لكم الشيفنج او الشفرات بتشيل الشعرايه من على السطح، لكن يعني بتقصها من على السطح لكن مش بتشيل الجدر. فهتلاقوا يوم او اتنين طلعت تاني، تروحوا بقى ساعتها تستخدموا ايه؟ تستخدموا السلك بيل، هتلاقوا الوضع بقى افضل بكتير. طيب هقول لكم بقى على اكتر وصفه سهله وسريعه ومنجزه في موضوع السكراب. لو عايزه اعمل سكراب استخدمه قبل ما اجي اشيل الشعر بمكنه السلك بيل، هعمل ايه؟ هيبقى عندنا هتجيبي اي برطمان عندك، اغسليه كويس تمام وخليه بقى الموضوع ده. هنعمل ايه؟ هيبقى عندي هجيب شويه سكر، حطيت هنا 3 معالق كبيرة من السكر. هجيب لكم بقى اي زيت عندي، ممكن زيت الزيتون او زيت الجوز الهند، اي زيت متواجد عندك، بس طبعا مش زيت خروع، زيت يكون قوامه خفيف تمام. زيت الخروع بيشجع اساسا على ظهور الشعر. هجيب الزيت وهحطه على السكر. انا كده حطيت 3 معالق من الزيت تمام زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اقلب السكر مع الزيت تمام. بصوا بعرف ازاي ان هو مظبوط لما ابص عليه من فوق كده ملاقيش فيه زيت فوق، يعني لو في زيت زيادة يبقى كده ممكن ازود شوية سكر تاني تمام. كده بقى عندك السكراب بتاعك اتعمل في دقيقتين وبمكونات موجودة في كل بيت. انا مش بقولك لازم تستعملي زيت جوز هند، استعملي اي زيت متوفر عندك، والسكر طبعا موجود عند اي حد فينا. طيب ليه بحب السكراب ده؟ خليني كده اوريها لكم. يعني اهو هاخد حبه سكراب تمام اهو، ده كده بقى السكراب بتاعي تمام. هتروحي ماشيه على الجلد بحركات دائريه بالراحه جدا تمام. بصوا طيب بصوا بقى على الجلد نفسه. الجلد بقى عليه ايه؟ بقى عليه الزيت نفسه اللي هو زيت جوز الهند. يفضل تعملي السكراب في الشاور، تاخدي شاور دافي، بعد الشاور الدافي تعملي ايه؟ هتجيبي بقى حبه السكراب وتمشيه على المنطقه سواء ايدك او رجلك بحركات دائريه زي ما انتم شايفين كده بالسكراب اللي انا وريته لكم ده. هيعمل ايه؟ مبدئيا هيشيل الجلد الميت زي ما قلت لكم، بيسيب بقايا من الزيت. الزيت ده بيرطب البشره حلو قوي، بيخلي البشره طريه وجاهزه ان انا ابدا اعمل عمليه ازاله الشعر. طيب خلصت. طيب عملت سكراب للمنطقه كلها. هعمل ايه؟ تحت الشاور هتلاقوا حبيبات السكر دي بتدوب مع الميه تمام. فانا هشيلها بس كده معاكم عشان اوريكم، او لو هقولك على حاجه حلوه ممكن ما نشيلهاش. هنعمل ايه لو هي لسه على الجلد؟ هنعمل ايه؟ هتجيبي عندك الليفه المغربيه او هتجيبي الاكسفولييتنج جلوفز. الاكسفولييتنج جلوفز دي كنت جايباها من بريمارك تقريبا، نوت شور صراحه. تلبسيها وهتمشي على
المنطقة اللي فيها السكراب. تمام اهو انا دلوقتي لبستها. طبعا سواء دي او الليفه المغربيه الاتنين هيبقوا كويسين. هنعمل ايه؟ المنطقه اللي فيها السكراب دلوقتي انا عملت سكراب فور اكزامبل المنطقه كلها، هبدا ان انا امشي بالجلوفز كده كده برضو حركات دائريه. هتلاقوا بقى انه الجلوفز ده مع الوقت يعني مع ما هتخلصي، بعد ما تخلصي جسمك كله هتلاقي انه بقى لونه اسود او بقى لونه غامق شويه. ليه؟ عشان هتلاقيه هو شايل كل الجلد الميت. والوصفه اللي انا قلتها لكم دي اللي هي السكر مع الزيت بتخلي ازاله الجلد الميت سهله جدا. تمام، فانت تقدروا برضه تمشوا بالجلوفز ده او بالليفه المغربيه لحد ما الجلد الميت يتشال. دلوقتي بقيتي انتي مستعده ان انتي تشيلي الشعر بمكنه السلك بي. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا انك كملتوا الفيديو للاخر. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو استفدتوا، وسيبولي كومنتات تحت لو قولولي فيها انتوا عايزين تشوفوا ايه فيديوهات المره الجايه ان شاء الله.